ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا انا النهارده عايزه اقول لكم يا جماعه، بس انا بكلم الناس، صحابي اللي هم عارفين مين هي ام مسلم ودهب، اللي بيخشوا معايا لايفات. يا جماعه في ناس كلمتني على الواتس عندي، بيقعدوا يبعتوا لي رسائل غريبه جدا. انا يا جماعه حتى الرقم دوت، يعني انا بشهدكم عليهم بجد. انا كنت حاطه الرقم بتاعي علشان دعايه، عشان حاجه. الكلام دوت مش حاطاه عشان واحد يخش يستظرف ويقول لي على فكره اصل انتي واحد مستفز. يا جماعه حرفيا بني ادم بجد مستفز، بجد انا لو شفته يعني مش عارفه هعمل معاه ايه. داخل يقول لي ايه؟ يقول لي على فكره انتي ما ضحكتنيش، انا ما ضحكتوش. طب انت اللي عايز تضحك وانت حد قالك عليا ان انا بمشي على الحيطة، ولا حد قالك عليا ان انا بتشعبط في النجفة وبقعد اهزها بقى واقعد اتمرجح كده واقول هي مراجح مولد النبي، ولا حد قالك عليا ان انت ما بتخش عشان تتفرج او تتابعلي حاجة؟ وبعدين يقول لي ايه؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي على فكرة انا هلغيلك الاشتراك. انتي واحدة مستفزة. طب يا حبيب قلبي ما تلغيه. هو انت اما تلغيلي الاشتراك انا هموت؟ هخش العناية؟ همشي حافية في الشارع؟ هزقل العيال بالطوب؟ ما تلغيلي الاشتراك. انت واحد اساسا مستفز. وانا عايزة اقولك خلي بالك انا ذوق جدا وشيك قوي و... ومؤدبة، بس ساعة الغلط مش ببقى حلو، مش ببقى حلو خالص. انسى بقى الادب وانسى انسى خالص. بس برضو مش هرد عليك الا بطريقتي وباسلوبي. ايه هو؟ التجاهل. ان انا هتجاهلك. حبيبي انا واحدة تجاهلت ابو ابني وحطيته كده على الرف، اما اما غضب وغلط في حقي، مش فيا، غلط في حقي، حطيته كده على جنب وكرفته وكرفته. انت بقى هعيط عليك ليه يا بابا؟ ليه؟ ليه؟ وبعدين يا جماعة انا عم حطيت الرقم بتاعي انا على القناة عشان الدعاية والاعلان بس ما حطيتوش عشان كل واحد يخش لي يقول لي ينفع اكلمك واتس؟ وبعدين يخش ناس من هنا ومن هنا ويقعد يقول لي احكي لي على قصة حياتك، احكي لي انتي ليه انفصلتي. وانا جايه بقول لك احكي لي عنك؟ انا جايه بقول لك قول لي انت ايه علاقتك بحياتك وبدنيتك وي 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 وي؟ ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعه بجد. يعني اللي يعرف ازاي الرقم ده بيتشال يا ريت يا جماعة يقول لي، عشان انا عايزة اشيل الرقم بتاعي من على القناة، لاني انا حرفيا انا زهقت. انا زهقت. يعني انا لو واحدة طالعة لابسة مش عارفة ايه، ولا واحدة بتمسك حتة قماشة واقول لكم بصوا بصوا التنظيف بيتنضف ازاي واقعد اتمخطر كده قدامكم، ولا واحدة طالعة مسبسبة وعاملة. ده انا واحدة عاملة القناة دي علشان لعيالي، مش ليا كمان، مش ليا، عاملاها لولادي. فايه اللي يخش رجاء يخش بطريقة كويسة ويتكلم بطريقة كويسة على القناة والكلام دوت. وعلى راسي من فوق الناس اللي هي الشيك، صحابي وحبايبي اللي بيخشوا معايا اللايفات وبيتكلموا معايا بطريقة كويسة، وانا بحترمهم جدا 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 وبقدرهم جدا جدا جدا. وهم اللي كانوا السبب ان انا دلوقتي الحمد لله عديت 1000 مشترك
بفضلهم وبجهودهم هم، مش بيا انا. انما الناس اللي تقعد تقل من اللي قدامها وتقعد تسخر، واصل انتي ما ضحكتنيش، انتي مش عارفه ايه، والله لا اعمل لك لا الغي لك الاشتراك، والله. طب ما تعمل كده. الله، بتستأذن وانا قلت لك انت بتستأذني على ايه؟ مادام انا دلوقتي بس انا عايزه اقول له رساله. يا حبيبي، دلوقتي انا لما امسك التليفون وابص الاقي مثلا بتفرج على حاجه، والحاجه دي ما مش عايزاها، ما الطبيعي ان انا اغير. الطبيعي ان انا اغير. يعني انت لو عامل لي اشتراك ارجوك الغيه، علشان ما يوصلكش اي اشعار مني. شوف بقى انا بقول لك ايه. انما ما تقعدش تنرفز في اللي قدامك وتعصب في الناس، وبعدين تقول ايه ده ومش ايه ده، واصل انتي انسانه مستفزه. ليه انا استفزتك في ايه؟ ليه انا عملت لك ايه؟ ليه انت شايفني مستفزه؟ ما تتفرجش عليا، ما تتابعنيش، انا كخ، انا وحش. خلاص خلصنا. مش انا هلغيلك الاشتراك، انا هلغيلك انا بقى دلوقتي عايزه اوصل رساله لاصدقائي، الناس الراقيه، الناس الجميله، حبيبتي، صحابي وحبايبي، الاسكا، والناس اللي هنا واللي هنا واللي هنا، وهم عارفين اساميهم من غير ما انا. عايزه اقول لهم يا حبايبي انا بفتح كل يوم لايف الساعه 8، وعلى الساعه 1 بفتح تاني. يعني اللي عايز بقى نيجي يدردش معانا يتفضل، اهلا وسهلا بيكم. وبتاع الغاء الاشتراك ده ارجوك الغيه، ارجوك. تصبحوا على خير.